أكيد لاحظنا كيف إن في ناس معينين مجرد ما يدخلوا أي مكان كل الأنظار تروح لهم، كأن عندهم جاذبية خاصة. طب هل دي صدفة؟ لا طبعاً. في الشرح ده واللي مستوحى من أفكار ليلا وانز هنكشف سوا الأسرار العملية ورا الجاذبية دي. يلا بينا نبدأ. وده يوصلنا للسؤال الأهم، إيه هو سر الجاذبية دي بالظبط؟ هل هي موهبة بنتولد بيها ولا مهارة ممكن أي حد فينا يكتسبها؟ الخبر الحلو إن الإجابة ممكن تغير نظرتنا تماماً لطريقة تعاملنا مع الناس. طيب قبل أي حاجة خلونا نصحح كام فكرة مغلوطة. الجاذبية الحقيقية مش مرتبطة بالجمال الخارجي أو منصب كبير أو حتى ذكاء يفوق العادة. صحيح الحاجات دي ممكن تفتح أبواب، بس صدقوني هي مش اللي بتكسب القلوب. وهنا بقى يكمن جوهر الموضوع كله. الجاذبية مش في اللي بنقوله أبداً، لكن في الأثر والشعور اللي بنسيبه جوه الناس، الإحساس اللي بيرتبط بوجودنا معاهم. المقولة دي بتلخص الفكرة القوية دي ببساطة شديدة. تمام، إزاي نقدر نسيب الشعور الإيجابي ده؟ الموضوع مش سحر على فكرة، لكنه مجموعة من المهارات العملية جداً. دلوقتي هنستعرض سوا 6 مفاتيش أساسية نقدر بيها نكسب قلوب الناس. المفتاح الأول ده ممكن نعتبره أهم واحد فيهم. الفكرة كلها هي تحويل التركيز من أنا إلى الطرف التاني. يعني لما حد يتكلم معانا لازم نركز معاه تركيز كامل، نسيب الموبايل من إيدينا ونسمع بجد عشان نفهم هو بيقول إيه، مش عشان نجهز الرد. ونقاوم بشدة رغبتنا في المقاطعة، لأن ده بيوصل رسالة قوية جدا للشخص ده إن كلامه مهم ومقدر. الحقيقة دي فكرة تستاهل نتوقف عندها لحظة. إنك تسمع حد بجد ده شكل من أشكال الكرم. في عالم كله مشتتات، لما شخص يدي انتباهه الكامل لشخص تاني هو بيقدم له هدية نادرة جدا وثمينة قوي، وقته وتركيزه. قبل ما ننطق بأي كلمة جسمنا بيكون بعت عشرات الرسائل خلص. ابتسامة دافية وبسيطة بتفتح الأبواب المقفولة. وضعية جسم مفتوحة، يعني من غير ما نربع إيدينا، بتوحي بالتقبل والانفتاح. والميل البسيط ناحية اللي بيتكلم بيوصل له اهتمامنا بشكل لا واعي. الفكرة دي قوية بشكل لا يصدق. الابتسامة، وضعية الجسم، نظرة العين، كل الإشارات الصامتة دي بتتسمع بوضوح ويمكن بصوت أعلى من الكلمات نفسها. لغة الجسد هي اللي بتحدد نبرة الحوار كله حتى قبل ما يبدأ. مين فينا ما بيحبش يتكلم عن نفسه؟ بس الشخص الجذاب بجد هو اللي بيخلي اللي قدامه يتكلم عن نفسه. يعني نسأل بفضول حقيقي عن اهتماماتهم، هواياتهم، أو حتى يومهم كان عامل إزاي. ونستخدم أسمائهم، دي بتخلق ألفة فورية. ولما نربط كلامنا بتجاربهم هم بنبني جسر تفاهم حقيقي. لا يمكن أبداً نستهين بقوة القاعدة دي. بالنسبة لأي إنسان اسمه هو أحلى وأهم صوت في أي لغة. لما نستخدم اسمه بصدق دي أسرع طريقة نخليه يحس بالتقدير والاحترام. كل إنسان في الدنيا دي بيتمنى يحس بالتقدير، بس في فن في الموضوع ده. يعني بدل ما نقول أنت رائع وخلاص، ممكن نقول عجبني جدا الطريقة اللي اتصرفت بيها في الموقف الصعب ده. نكون محددين وصادقين. المبالغة بتفقد التقدير قيمته. والأهم نقدر المجهود اللي الشخص بذله بغض النظر عن النتيجة كانت إيه. وده بيوضح قد إيه التقدير ده قوي. كلمة تقدير صادقة وفي وقتها المناسب ممكن تدوب جبال من التلج وحواجز بقالها سنين، وتصلح علاقات كانت تبان إنها انتهت خلاص. في أي نقاش غالباً هدفنا بيكون إننا نثبت إننا صح. الشخص الجذاب بيغير الهدف ده تماماً، من الانتصار إلى الفهم. يعني نتجنب نحرج الناس ونصحح لهم قدام حد، ولو كنا غلطانين نعترف ببساطة. أهم حاجة نحافظ على كرامة الطرف التاني حتى لو مش متفقين معاه. وهنا المفارقة الجميلة، ممكن الواحد يكسب النقاش بس يخسر العلاقة. الفوز الحقيقي مش إننا نثبت وجهة نظرنا. الفوز الحقيقي هو إن العلاقة تخرج من النقاش ده أقوى وفيها احترام متبادل أكبر. وأخيراً الناس مش بتنجذب للشخص الكامل أو المثالي، لكنها بتنجذب للشخص اللي بتحس معاه بالراحة والأمان. بلاش نستعرض معلوماتنا أو مكانتنا بطريقة تخلي الناس تحس إنها أقل. نكون مصدر للراحة مش مصدر للتوتر. البساطة والتواضع بيخلونا قريبين من القلوب. ودي تعتبر خلاصة المفاتيح ال6 اللي فاتت. الجاذبية الحقيقية مش في إننا نبهر اللي قدامنا، لكن في إننا نمنحهم الطمأنينة. لما الناس تحس إنها بتاخد نفسها بارتياح في وجود شخص ما،
دي هي قمة الكاريزما. حسناً، كده فهمنا المبادئ النظرية. لكن المعرفة لوحدها مش كفاية. إزاي نقدر نحول الأفكار القوية دي لممارسة يومية؟ خلونا دلوقتي ننتقل لخطوات عملية نقدر نبدأ فيها فوراً. دي قائمة بسيطة جدا أي حد فينا يقدر يجربها النهاردة. في المحادثة الجاية ممكن نجرب نطبق ال5 خطوات دول. يمكن تبان حاجات صغيرة، بس الاستمرار عليها هيعمل فرق ضخم في طريقة تعاملنا مع الناس. والمثال ده بيوضح التأثير العملي بشكل مذهل. تخيلوا معايا شخص ذكي جدا بس علاقاته كانت دايما متوترة. قرر إنه يطبق مهارة واحدة بس، يسمع بصدق ومن غير ما يقاطع. في خلال أسابيع كل حاجة اتغيرت. الناس بقت بتثق فيه وتحب تتكلم معاه وتدور عليه. تغيير بسيط جدا أدى لتحول هائل. إذن بعد كل اللي استعرضناه ده، إيه هي الرسالة الأساسية اللي لازم تفضل في بالنا؟ هي دي الخلاصة كلها. بطل تحاول تثبت للناس قد إيه أنت رائع، وابدأ وريهم هم قد إيه رائعين. الهدف مش الإبهار، الهدف هو التقدير. لما تخلي الناس تحس بقيمتها وأهميتها هتتحول بشكل طبيعي لمغناطيس بشري. ونختم بالمقولة العميقة دي: لما الشخص يفهم بجد الطبيعة البشرية ورغبة كل إنسان إنه يحس بتقدير، مش هيحتاج يبذل أي مجهود مصطنع عشان يجذب الناس. الجاذبية هتكون جزء طبيعي من شخصيته. ده كان شرح مبسط لأفكار ملهمة جدا عن فن الجاذبية الإنسانية، وهو تلخيص قدمه لنا المدرب سامي أحمد. السؤال دلوقتي هو: أي مفتاح من المفاتيح دي هنبدأ نطبقه الأول؟